أهلا بيكم. عارفين أكتر حاجة ممكن تحسسك إنك في فيلم رعب لما تروح التوكيل هي إيه؟ إنهم يقولوا لك لو ما عملتش الحاجة دي حالا عربيتك هتبقى في خطر عليك وعلى الطريق. النهاردة هنتكلم عن أسلوب التوكيلات اللي بيستغلوا خوفك عشان يخلوك تعمل تصليحات مش دايما ضرورية، وإزاي تحمي نفسك من الفخ ده. أصل القصة بتبدأ كده: أنت بتروح التوكيل عشان تعمل صيانة دورية عادية جدا. فجأة بيقول لك مهندس الاستقبال أو الفني: حضرتك إحنا لقينا مشكلة كبيرة جدا في العفشة أو الفتيس أو التيل، لازم نصلحها دلوقتي. لو مشيت بالعربية كده ممكن تعمل حادثة. طيب خلينا نفكر شوية كده، هل كل حاجة بيقولها التوكيل بتكون فعلا مستعجلة؟ الحقيقة إن في كتير من الأحيان المشكلة بتكون بسيطة جدا ومش محتاجة إصلاح فوري. طيب يعني مثلا ممكن يقولك التيل ده لازم يتغير حالا، مع إنه ممكن يمشي شهر أو اتنين وبأمان كامل. وساعات يجي يقول لك التيل فيه 30% لازم يتغير حالا. طيب بحسبة بسيطة، متوسط عمر التيل في الاستخدام الطبيعي 25000 كيلومتر، يعني ال 30% دول تمشيك 7500 كيلو. قول 5000 كيلو عشان تكون في الأمان ما تبوظش الديسكات. يبقى هل كان فعلا ضروري تغييرها دلوقتي؟ أعتقد لا. ساعات يجي يقول لك الكاوتش فيه شق صغير ويطلبوا منك تغييره، مع إنه مش مؤثر خالص في التوقيت الحالي. طيب هما ليه بيعملوا كده؟ لأنهم عارفين إن الخوف هو أكتر حاجة تخليك توافق تدفع بسرعة من غير ما تفكر. بالنسبة لهم كل إصلاح إضافي هو مصدر دخل جديد. عارفين مين اللي بيلعب على مبدأ الخوف ده بامتياز؟ الدكاترة. أيوة مظبوط، سمعتوني صح، الدكتور. الدكتور بيجي يقولك أنت كويس إنك جيت النهاردة، لو ما كنتش جيت النهاردة الوضع كان هيبقى كارثي. يكتب لك الدواء وأول حاجة تعملها تجري على الصيدلية. حتى لو الصيدلي قالك أنا عندي بديل أرخص ومضمون تقول له لأ، اوعى تغير كلمة من اللي الدكتور قالها، انا عايز اللي قاله الدكتور بالحرف. هي دي نفس الفكره اللي بيطبقها التوكيل عشان يخليك خايف عشان تنفذ كلامهم من غير ما تفكر مرتين. الخوف بيساوي ارباح. طيب تعمل ايه لما التوكيل يخوفك؟ اول حاجه ما تتسرعش، خد نفس كده واطلب تشوف القطعه اللي بيقولوا ان هي محتاجه تغيير. شوف بنفسك وافهم المشكله. لو مش مقتنع خد راي تاني، استشير فني او مركز موثوق بره التوكيل، وشوف فعلا الموضوع مستعجل ولا مجرد تهويل. نصيحه: استشارة تانية تحميك من دفع فلوس زيادة. عارفين حصل معايا مرة موقف، واحد صاحبي كلمني وقال لي عندي صوت وأنا بسيطة وأنا ماشي على السرعات البطيئة. راح التوكيل قالوا له الفتيس محتاج يتغير وسعره 90000 جنيه. كلمني وقال لي، قلت له بص على حسب وصفك، في احتمال ترمبة زيت الفتيس هي اللي محتاجة تتغير. فعلا خدنا العربية وكشفنا عليها في مركز تاني، طلع فعلا ترمبة الزيت هي اللي محتاجة تتغير. سعرها كام؟ 7000 جنيه. متخيلين؟ من 90000 ل 7000 جنيه. هقول لك على شوية نصايح تاخد بالك منهم كويس جدا. أول حاجة، اقرا تقارير الفحص كويس واسأل أسئلة كتير. المشكلة دي هتسبب إيه لو ما اتصلحتش دلوقتي؟ تاني حاجة، ما تخافش تقول للتوكيل شكرا هفكر وارجع لكم. تالت حاجة، دايما خلي عندك حد موثوق فيه فنيا تعرفه بره التوكيل، تقدر تسأله تستشيره لو في أي مشكلة. في الآخر يا جماعة، ما تخليش الخوف يتحكم في قراراتك، وعربيتك هي أمانة وأنت المسؤول الأول عنها. في النهاية حابب أوضح إن أكيد مش كل التوكيلات بتتبع نفس الأسلوب. في أشخاص بتراعي ضميرها في شغلها، بس لازم تبقى عامل حسابك وفاهم كل حاجة حواليك. لو عندكم أي استفسار أو سؤال يخص التوكيلات اكتبولي في التعليقات وإن شاء الله أرد عليه في فيديوهات تانية كتير. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشاركوه مع أصحابكم علشان محدش يقع في نفس الفخ. كان معاكم محمد خليفة من خليفة أوتو، ودايما معاكم بمعلومات جديدة صادقة وموثوقة إن شاء الله. سلام.